إذا راكي تحوسي على وصفة تكون سهلة وبمكونات جد اقتصادية، جيبي غير ربطة سلق وأروحي نحضروا بها مقلة سلق بنينة بزاف هايلة، توجد ثمثم وراح تاكلوا صبعتيكم موراها. أنا قراف عجبتني. جبت مقلة درت فيها كمية تاع الزيت، نهبط فيها 2 حبات تاع الطماطم يكونوا كبار رابيتهم، نزيد عليهم 3 فصوص تاع الثوم يتوالم بزاف مع هذا الطبق، نقليهم شويه برك ومن بعد نجي ندير التوابل. درت الفلفل الكحل، زدت شويه تاع الفلفل الاحمر والملح ما تكثروش، زدت رشه خفيفه تاع الكمون. هذا ما درت في التوابل. السر تاعها ان هذا الطماطم تتقلى مليح مليح، غلقت عليها حتى طلقت الزيت تاعها بهذا الشكل. هنا الطماطم راهي طايبه وراهي بنينه عسل، تقدروا هكذا ديروا فوقها البيض وتاكلوها. جبت ربطة تاع السلك كنت غسلتها وقطعتها، ندير بشويه، كل ما يذبل نزيد فوقه. كما تعرفوا السلك قد ما ديروا راح تولي الكميه قليله. وشي هذه دارت مقله الله يبارك، ونغطي عليها ونخليها طيب، ما تقويوش بزاف الغاز باش ما تنشفش من الماء تاعها. نجي نحضر البطاطا المقليه، انا حنديرها في الاير فراير. بزاف قالوا لي كيفاش ديريها. جبت البطاطا درت لها شوي ملح وكميه تاع الماء وندي نغليها مده 3 دقائق ولا 4، ما تزيدوش. بعد ما تغلي تقطروها مليح وتنشفوها من الماء. هذا سر ثاني من الاسرار باش تنجح لكم في الاير فراير. كما راكم تشوفوا هنا مش طايبه، راني مغليتها شويه، هذا مكان نشفتها مليح مليح. زدت لها رشه تاع الملح وزدت لها ثاني شويه برك تاع الزيت، ونقلبوها يعني تخلطوها باش هذاك الزيت والملح يتخلط في البطاطا كامل. وندي نطيبها، دوك نوريلكم واش من مود درتو فيها. درتها على اير فراي على 200 درجة لمدة 10 دقائق. في النص هكذا جبتها قلبتها، يعني حركتها كامل وعاودت رجعتها، يعني زدت شوية ثاني قلبتها، تبقاو تقلبوا فيها باش تحمر في الجوانب كامل. هنا بعد ما تحمرت كامل راهي طايبة الزبدة، يعني تبان مقلية، ما كان حتى فرق. سورتو في ليكراتا ما تبانش خلاص، يعني خير من نروحو نقليو في الزيوتات. هبط هذيك البطاطا اللي قليتها في السلق هذاك نخلطهم. من الاحسن هنا السلق تاعكم ما تنشفوش بزاف باش تبقى شويه هذيك لاصوص وما تجيش ناشفه. زدت جبت 3 حبات بيض نفرغهم الفوق، تقدروا ديروا غير 2 حبات ثاني ماشي مشكل. نخلط شويه السلق هذاك باش يدخل فيه البيض، ونزيد له رشه تاع الفرماج رابي من الفوق. ديروا اي نوع راكم حابينه، ولا تقدروا تستغناو خلاص على الفرماج، يعني ماشي ضروري نهائيا. نغلق عليها حق ما يذوب هذاك الفرماج. هذا مكان والطبق تاعنا راهو واجد. جات بنينه عسل، يعني طبق اكثر من رائع، بنين وصحي. لا قليان لا زيوتات، رافقته مع كسرة الشعير، الله الله. جا طبق ما شاء الله. جربوا على بالي يعجبكم، وبسلامة الى فيديو قادم.